من غير مقدمات، صلى على رسول الله. ان شاء الله في الفيديو ده هكلمك عن اكاسيد الفلزات واكاسيد اللافلزات بالتفصيل ان شاء الله. الاول خلينا نتكلم عن اكاسيد الفلزات. اكاسيد الفلزات تتكون من شقين، اكاسيد وفلزات. المفروض ان الاثنين دول بيتحدوا مع بعض. طيب هو مين يعمل الاكاسيد دي اصلا؟ الاكاسيد هنا المقصود بها الاكسجين. الفلزات اللي احنا عارفينها زي مثلا الصوديوم Na، بوتاسيوم مثلا K، عندي كمان مغنيسيوم Mg. تمام، كل دي فلزات. تمام، فاكاسيد الفلزات بقى بتيجي ازاي؟ نتيجه اتحاد الاكسجين ده مع الفلزات. تمام، بس هم بيتحدوا ازاي اصلا؟ طيب قبل ما اعرفك هم بيتحدوا ازاي، تعالى كده ناخد فكره عن الاكسجين. بيقول ان الاكسجين ده يساعد على الاشتعال. طيب يعني ايه بيساعد على الاشتعال؟ يعني اي حاجه انت بتولعها الاكسجين بيخش يساعد فيها. تمام، قال لي طب تعالى نجرب، بس مش هنجرب في اي حاجه، لا هنجرب في فلز. ازاي؟ هنجيب اي فلز مثلا، ناخد المغنيسيوم اهو Mg. مغنيسيوم Mg ده هاخده هعمل له عمليه احتراق. يعني ايه عمليه احتراق؟ يعني هولعه شريط كده من المغنيسيوم وهولعه. تمام، قال لي تمام. انا عارف مين بيساعد على الاشتعال، انا هولع في المغنيسيوم. مين بقى اللي هيخش يساعد على الاشتعال؟ الاكسجين طبعا، لان الاكسجين بشكل عام بيساعد على ايه؟ على الاشتعال. اذا لما انا هحرق شريط المغنيسيوم هيخش معايا يساعد مين؟ الاكسجين. حلو جدا. والاكسجين ده هيساعد في عمليه الاحتراق ويمشي؟ قال لي لا، ده انا هلزق في الفلز اللي انت ايه حرقته ده، او عملت له عمليه اشتعال. فبالتالي هيطلع لي هنا اكسيد الفلز. طيب اكسيد اكسجين، الفلز مين اللي كنت بحرقه؟ المغنيسيوم Mg. تمام، عشان كده انا لما حرقت الفلز اللي معايا اللي هو المغنيسيوم اتحد مع الاكسجين اللي ساعد على الاشتعال، فاتحدوا مع بعض، طلع لي اكسيد الفلز. فاكسيد الفلز ده بيجي منين؟ بيجي نتيجه عمليه الاحتراق. لما بحرق ايا كان فلز من دول بيخش على طول الاكسجين يساعد في الاشتعال وبيلزق في الفلز، فبيرتبطوا او يتحدوا بيتحدوا مع بعض، فبيعمل لي هنا اكسيد اكسيد الفلز اللي هو هنا اكسيد المغنيسيوم. تمام، طيب اكسيد المغنيسيوم ده شكله عامل ازاي؟ او اكاسيد الفلزات يعني. قال لي اكاسيد الفلزات دي بتكون على هيئه بودره. خد بالك ده انا مولع فيها. انا خدت الفلز اللي هو المغنيسيوم ده شريط، ولعت فيه فنزل على هيئه بودره. زي ما تجيب ورقه وتولعها تنزل على هيئه رماد، ده بينزل على هيئه بودره كده او مسحوق يعني. تمام، فهنجيب المسحوق ده او البودره دي اهي، اكسيد الفلز اللي هو هنا مين؟ MgO. هعمل فيه؟ قال لي هتحطه على شويه ميه. نجيب شويه ميه، البودره اللي طلعت اللي هي اكسيد المغنيسيوم دي، ونحطها على الميه دي. وبعدين يا عم، قال لي والله انا لما بحطها على الميه اللي هي H2O هيطلع لي ماده جديده اسمها هيدروكسيد المغنيسيوم، رمزها MgOH/2. ده من ده هيدروكسيد المغنيسيوم. ملاحظ في حاجه؟ ملاحظ ايه؟ اخره OH، وOH يعني ايه؟ يعني ده كده قلوي. تمام، ده كده قلوي. وما دام قلوي انا لو جبت له شريط دوار الشمس الاحمر هيعمل فيه ايه؟ هيخلي لونه ازرق. تمام، عرفت منين جه محلول هيدروكسيد المغنيسيوم او هيدروكسيد الفلز بشكل عام؟ من البدايه خالص انا كان معايا فلز اللي هو مين؟ اللي هو المغنيسيوم. عملت ايه؟ عملت له عمليه احتراق، دخل الاكسجين يساعد في الاشتعال، بس ما ساعدش ومشي، لا ده انا ساعدت ولزقت في الفلز اللي انت حطيته لي اللي هو المغنيسيوم، فبالتالي طلع لي اكسيد المغنيسيوم. الاكسجين اتحد مع المغنيسيوم هو بسبب الاحتراق اللي حصل. طب وبعدين؟ قال له والله طلعني كده على هيئه بودره او مسحوق يعني. البودره دي او المسحوق ده اخدته حطيته في شويه ميه، اكسيد الفلز حطيته على شويه على شويه ميه. طب انا لما حطيت اكسيد الفلز ده على شويه ميه طلع لي ايه؟ قال لي والله انا طلعت لك هيدروكسيد المغنيسيوم. وهيدروكسيد المغنيسيوم اخره اتش، يعني ده يعني ده قلوي. والقلوي بيعمل ايه في ورقه دوار الشمس اللي لونها احمر؟ بيخلي لونها ازرق. دلوقتي عايز اعرف بقى الاكاسيد القاعديه. قال لي والله هي عباره عن اكاسيد فلزيه، اكاسيد فلز. تمام، يذوب بعضها في الماء. بعضها بيدوب فين؟ في الميه. اكسيد فلز بحطه على ميه فبيدوب فين؟ فبيدوب في قلب الميه. طب لما بيدوب في قلب الميه بيحصل ايه؟ قال لي بيكون لي قلويات زي اللي كونه لي بالظبط المغنيسيوم او اكسيد المغنيسيوم هنا. تمام، مش هنا اكسيد المغنيسيوم كون لي قلوي؟ عندك اثبات عندي. ايه يا عم؟ خلى شريط دوار الشمس اللي كان لونه احمر بقى لونه بقى لونه ازرق. ده بالنسبه لاكاسيد الفلزات. نيجي للجزء الثاني بقى اللي هي اكاسيد اللافلزات. برضو نتيجه اتحاد الاكسجين بس المره دي مع اللافلزات. تمام،
هعمل ايه؟ نفس اللي عملته في الفلزات. طب انا في الفلزات كنت باخدها واحرقها وكان الاكسجين بيخش يتحد معاها. هل انا هعمل هنا كده برضو؟ قال لي اه هتعمل كده هنا برضو. هنجيب لفلز مثلا، مثال عندي هناخد الكبريت اس، تمام؟ هعمل له عمليه احتراق. طيب انت قلت لي ان الاكسجين بيساعد الاشتعال، فبالتالي انا لما احرق الكبريت هيخش مين يساعد في الاشتعال؟ الاكسجين. قال لي اهو خلاص يا عم انا هخش اساعد في الاشتعال، تمام؟ هل الاكسجين يساعد ويمشي؟ قال لي لا، ده انا كده هكون اكسيد لا فلز، اكسجين مع لا فلز اللي هو هنا الكبريت، فبيطلع لي حاجه اسمها ثالث اكسيد الكبريت، تمام؟ طيب اكسيد الفلز اللي طلع ده اللي هو ثالث اكسيد الكبريت هاخده زي ما عملت هناك برضو وهحطه هنا على ايه؟ على الميه. ادي اكسيد اللافلز اللي طلع معايا ثالث اكسيد الكبريت SO3، وهحطه على مين؟ وهحطه على شويه ميه عندي كده. حلوين حلوين جدا. طب وبعدين يا عم ايه اللي يحصل لما احط اكسيد اللافلز اللي هو هنا عندي في المثال اكسيد او ثالث اكسيد الكبريت واحطه على الميه؟ قال لي والله ده بيديك حمض. حمض طلع عندي هنا H2SO4 حمض الكبريتيك، تمام؟ طب انا قلت لك ايه؟ قلت لك ده حمض صح؟ عشان بدايته ايه؟ عشان بدايته اتش. طيب هو الحمض بيعمل ايه في شريط دوار الشمس اللي لونه ازرق اللي بيخلي لونه احمر، تمام؟ فانا جايب لي تعريف الاكاسيد الحمضيه، هي اكاسيد لا فلزيه. اكاسيد ايه؟ اكاسيد لا فلزيه. هعمل فيها ايه؟ قال لي والله لما بناخدها بندوبها فين؟ في الميه. تذوب فين؟ تذوب في الماء. اكاسيد لا فلزيه تذوب في الماء. طب لما بتدوب في الماء يا عم؟ قال لي والله بتديني احماض. بتديني ايه؟ احماض. طب انت عرفت منين انها بتديك احماض يا عم؟ قال لي والله انا خدت الناتج ده وجبت شريط دوار شمس لونه ازرق، ولما حطيته في المحلول اللي طلع لي ده لقيت ان اللون بتاع شريط دوار الشمس الازرق اتحول للون الاحمر، فبالتالي ده اكيد ايه؟ اكيد حمض، تمام؟ ده بالنسبه لاكاسيد الفلزات واكاسيد اللافلزات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله.